انا حضرتك متجوزه ليا 9 سنين. ايوه معايا 3 بنات. تمام. فمشاكل يعني بتاعت البيت عادي. فاتخانقنا ومشيت. خدت 4 شهور، الشهر الثامن سمعت ان هو اتجوز. يعني انتوا اتخانقتوا خناقه عاديه، بعد كام شهر عرفتي انه اتجوز؟ ايوه عرفت ان هو اتجوز حضرتك. يعني حاولوا كثير ناس ان قالوا لي ان ترفع قضيه عشان نجيب لك منى للبنات وكده. قلت لهم لا، بس بعد ما عرفت ان هو اتجوز رحت حضرتك رفعت منى طلب التمكين للبيت. ومنى النفقه وتبديل عفش وكده. بس انا عملت كده، فدلوقتي الناس بتلومني بتقول انت ليه عملت كده؟ وانت مش عايزه ترجعي له تاني خلاص؟ ده ابو 3 بنات حضرتك. طب وانت بقى يعني هين عليكي ال3 بنات، خلاص اتقطع الود. مكنت حضرتك من الشقه، انا قعدت في الشقه حضرتك، فانا مش مطلقه. هي قاعده معاي بقى في اوضه قاعده معاي. يعني هي قاعده معاكي في نفس الشقه؟ احنا لينا شهر حضرتك، ان انا من ساعه ما دخلت البيت ليا شهر، بس هو ما واجهنيش. ما قبلنيش خالص. ان احنا بنتبقى خلافات بيني انا وياها. هو انت مش عايزه، هو انت جايه ليه؟ هو مش عايزك، انت جايه ليه؟ قلت لها جايه لبيتي وبناتي، انا مش عايزاه زي ما هو. استني واحده واحده، يعني هو عايش معاكم انتوا الاثنين في نفس الشقه؟ لا، هو حضرتك لما بيجي من السفر بيقعد تحت. وسايبها لك هي فوق؟ ايوه. وهي بتنزل له، العروسه بتنزل له؟ ايوه فعلا. فهي بتقول لك امشي خدي البنات وامشي، انت ايه اللي مقعدك؟ بقول لها دي شقه بناتي، دي بقت تمكين ليه؟ يعني بقت حق بالقانون، انت قاعده قانوني فيها قانونا. ايوه فعلا. فدلوقتي الناس بتقول انت غلط اللي انت عملتيه. طب انا غلط. طب هو ما بيحاولش معاكي؟ ما بيحاولش يطيب خاطرك، يقول لك خلاص عشان البنات؟ خالص والله خالص. تفتكري زعلان منك عشان وقفتي في المحاكم وقلتي انك عايزه حضرتك انا في ناس كتير ولاد حلال، يعني مش زي دار الافتاء، يعني هم الناس مصلحين. حاولوا كتير يجوا بدل المره 2 وعشان خاطر البنات. طب لو هي غلطت، طب هو ما فيش غلط. طب لو هي غلطت، بس انا عرفت ان يعني هو اللي رافض ومش عايزك تاني. انا عرفت ان بعد الخلافات دي كلها، يعني انا عرفت ان هو كان بيكلمها دي من زمان قدام ما ياخدني انا. فهي لما عرفت بالخلافات بتاعتنا، الله اعلم ورسوله برضه، ان هي عملت قضيه خلع وخلعت جوزها ورمت عيالها برضه عشان. لكن انت عندك استعداد ان انتوا ترجعوا عشان البنات؟ ده مش عارفه انا اقول لك ايه، بس انا عايزه اربي بناتي مش بعيد من الناس. وعلى فكره مش عيب انك تقولي عايزه ارجع عشان البنات. انت ليه خجلانه تقوليها؟ مش خجلانه، بس يعني اي ست نفسها بتوجعها. اكيد اتضايقتي واكيد اتوجعتي، لكن انك انت تبقي عايزه بناتك يبقوا مستقرين دي حاجه كبيره قوي وحاجه تكبرك، فما لهاش علاقه بالكرامه. ايوه انا مش عايزاهم يتوجعوا ولا عايزاهم يتظلموا، يعني دول بنات اطفال. بصي والبنات هو علاقته ايه ببناته؟ لا كويسه خالص من تحت ما جينا. متعلق بيهم يعني؟ ايوه فعلا متعلق بيهم برضه، ما اقدرش اكذب ان هو مش متعلق بيهم. بس برضه ان احنا لينا شهر. طب بابا فين المونه بتاعتنا؟ هي المونه حكمانا يعني ليها 3 شهور برضه. دهناش يا بابا، لما ربنا يفرجها يبقى اديكم. يعني هو ما بيديكوش مصاريف ولا اي حاجه؟ امال انتوا بتصرفي منين؟ حضرتك انا كان معايا يعني ذهب وبعته وبصرف على بنات، بس انا دلوقتي يعني ما فيش. يعني هو بيصرف على الجديده بس؟ والله زي ما بكلمك يعلم ربنا. والله زي ما بكلمك. بس لا، بس ده ما ينفعش طبعا. وفين اهله؟ ما حدش بيقول له بناتك اولى؟ ما فيش يا حضرتك، ما فيش. ان انا برضو قعدت مع ابوه قلت له طيب ماشي عشان خاطر البنات. لا، انت تقعدي عاد لحد ما تحكوا، لحد ما هو ربنا هو مش هيضرب لك الارض تطلع فلوس. طيب انا مش عارفه ان انا عملته ده. انا ظلمت نفسي ان انا مثلا جيت ان انا اتحمل الوضع ده. لا طبعا لا طبعا، انت تصرفتي تصرف صحيح لما قررتي تعملي قضيه وتاخدي حقك بالقانون. ده حقك، انت تصرفتي صح. هو والله مش عاجبه، هو اللي يبقى عنده المشكله مش انت. ورغم ذلك انت مقدمه كمان ايد الخير والسلام وبتقولي خلينا نعيش، لكن هو انه ما يصرفش عليكي وعلى البنات. طالما هو معهوش انه هو يصرف عليكي وعلى البنات، باي حق يروح يتجوز تاني؟ باي حق؟ دي بجاحه. لما راجل ما يبقاش قادر يفتح البيت الاولاني ويصرف على الزوجه الاولانيه وبناتها ويروح يجيب لها ضره ويقعدها معاها في نفس الشقه، لا دي بجاحه. كمان بيصرفش على البنات. طب البنات ذنبهم ايه؟ البنات ذنبهم يعني لولا المحكمه حاكمه ولولا ان انت بنت اصول. وعلى فكره
انت ممكن تروحي تقولي ده ما بيدينيش النفقه، لكن انت صابره وساكته وبتقولي خلاص لما بيقول لهم لما يبقى معايا هبقى اديكوا. دي مش اصول ابدا ومش رجوله. فانت سيبي الوقت اللي يعالج لك الامر، لكن خدي حقوقك وحقوق بناتك واوعي تتنازلي، ولا كلام هيأثر فيكي، ولا لو قالت لك انت ايه اللي مقعدك امشي، لا انت قاعده قانونا وانت اللي ليكي حق اكتر منها مليون مره. فلازم هي تقعد بأدبها، لان انت معاكي حكم قانوني بالتمكين وانك تقعدي، لانك حاضنه ل3 بنات، تقعدي معززه مكرمه وتطالبي بالنفقه. والله جه حس بغلطه وعايز يلم الشمل عشان خاطر البنات، اهلا وسهلا. ما حسش وشايفك انت اللي غلطانه، انت ما غلطتيش. اللي تطلب بحقها ما غلطتش، اللي تبقى عايزه بناتها يتستروا ما غلطتش، اللي تقول بناتي ما يطلعوش ويطردوا بره عشان ابوهم البيه ما عندوش دين ولا رجوله وكان عايز يفرط في بناته عشان هو يتجوز، لا ده يبقاش راجل. انت عملتي الصح لما خدتي حقك بالقانون، فاوعي تقولي انا ظلمته وده انا اللي جيت عليه، او حد من اللي حواليكي يفهمك ان انت اللي غلطتي. الغلط من عنده، لانه قبل ما كان يفكر في الجواز كان يفكر في البنات وفي ام البنات، وما يخليكوش محتاجين ولا عايزين حاجه، وبعد كده كان يتجوز. اللي معهوش ما يلزموش، اللي معهوش ما يلزموش.